السلام عليكم. تعالوا معايا كده هنعمل مع بعض فطاير اللي انتوا شايفينها دي بالشوفان. جميلة جدا وصحية. هنحطها عندنا في الفريزر تبقى موجودة نعمل منها الفطاير. الطريقة عندنا زي ما انتوا شايفين 600 جرام شوفان. هحط عليهم مجين كبار ومعلقة ملح. هحطهم مع واحد واحد معاكم وهنطبع الطريقة مع بعض. اول حاجة هنبدأ نضيفها اول مج كده هنمسكه وهنبدأ نحطه فوق الشوفان. نصبه فوق الشوفان تدريجيا. هنبدأ بقى نصب اهو تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده، بالراحة كده عشان خاطر ايه المية ما تتكبش. وبعدين نحط المج التاني. حطينا الاولاني ونقلب وبعدين حطينا التاني واحدة واحدة كده، معلش عفوا. وهنبدأ برضو بعد كده هنقلبه كويس وبعدين نحط عليه الملح. وهنفضل بقى ماسكين الشوفان ده نقلب فيه تقليب كويس لغاية الملح ده بقى ما يندمج جواه كويس. الشوفان ده اللي هو كامل الحبة الخشن، وانتوا شايفينه هو خشن ازاي. انا بعمله كده جوه البرطمان واحطه في التلاجة يختمر، وبعد ما يختمر نبدأ نسويه مع بعض. بيديني فطاير جميلة جدا. فاحنا نتنه كده نقلب فيه لغاية ما نوزع الملح. انا عايزة الملح يخش فيه كله. ماشي، قلبته كده تقليب كويس. هجيب تاني بقى المج التالت واحطه عليه. لازم البرطمان يتملى. هو الكمية اللي انا بقول لكم عليها دي بتاخد كده ال3 مجات، بنحطهم كده فوقيهم بتطلع عندي الخليط بتاعي كويس جدا. برضو ونقلب تاني لغاية ما ينسجموا مع بعض انسجام كامل. ونخلي الحبات عشان ما ترقدش جوه البرطمان لازم تقلبي تقليب كويس جدا. يعني احنا بنستفاد من المراحل دي، عشان كده بنضيف واحدة واحدة. خليكم ماشيين معايا خطوة خطوة. خلاص كده اتأكدتي ان مفيش حاجة لازقة خالص تحت. هتقفلي عليه وتحطيه في التلاجة. بعد ساعة هتطلعيه تاني. حطه بقى في التلاجة وبعد ساعة نبقى نطلعه مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه. ديت بتبقى عملية الاختمار من غير خميرة، من غير باكنج باودر، من غير اي مواد رافعة. بيطلع معاه عندك فطاير للبيتزا وفطاير اللي تعمليها فطاير تعالوا كمان بصوا كده برضو اللي احنا معايا. بنحطها على القناة عندنا. جميلة جدا. انا ادي اهو طلعته ضربته هنا كده بالهاند بقى بلندر ورحت ماسكاه بالهاند وخد بلندر. معايا رتل ميه. ضربته جامد مع بعض وخلطته. بعدين جيبي بقى المقلاية. اول حاجة اللي انت هتعملي فيها حطيه بقى على البوتاجاز وافضلي بقى سوي واحدة واحدة واعمليها بقى كبيرة كده على قد المقلاية. انا فضلت اعمل وريتكم اهي المراحل وانا بعمل. تجف من الناحية دي اقلبها على الناحية التانية وبعدين وخلي بالكم بتقب. لازم تقب ولازم تستوي كويس عشان خاطر احنا هنشيلها في الفريزر تبقى جاهزة عندنا لما نحب بقى نعمل بيتزا نعمل اي حاجة. انا بصوا كده مجهزتها معايا، اهو بسم الله وبوريكم ما شاء بقى بعد الله. ما استوت. العيش بدأ بصوا يستوى اهو. استوت كده من بسم ناحيتين الله ما وبقت شاء الله كويسة جدا. ومنفوخ. دي درجة الاستواء. جميل هتعملي جدا. كل الكمية وزبطوه. وتطلع عندك جربوه ان شاء بنفس الله باذن الاستوى الله اللي انت يعجبكم. شايفاه ده. لازم تكون مستوية كويس عشان لما تتشال عندك في الفريزر وتطلعيها تبقى مستوية وجميلة. بصوا منفوخ ازاي، اتنفخ اهو معايا عشان تبقوا عارفين. بوريكم المراحل كله هتعملوه بنفس الطريقة. يلا تعالوا ودي معايا النتيجة كده شوفوا، النهائية بسم الله بتاعته. ما شاء جميل الله. جدا فطاير. خبز الشوفان شيليها معانا جميل ممكن جدا تعمليها سندوتشات وصحي لانها وطري. منفوخة وفاصلة على عن فكرة بعضها. واتنفخ معايا في وهنعملها بيتزا المقلاية. وهنعملها فطاير جميل جدا، البيتزا جربوه ان وهنعمل شاء بيها الله باذن حاجات الله كتيرة هيعجبكم. جدا.